ما تيجوا يا جماعة نسمع الكابتن خالد الغندور وهو فاتح لايف وعمال بيتكلم على الأهلي كلام. يلا بينا. الواحد حزين وزعلان. قال لك الواحد حزين وزعلان، بدأها بحزين وزعلان، يعني داخل داخل، يعني يلا بقى نكمل. الاهلي لم يحقق اي انجاز في كاس العالم، عشان برضو انا ما بحبش التطبيل على الفاضي. قال لك الأهلي لم يحقق أي إنجاز وأنا ما بحبش التطبيل. يا عم ما تطبلش وما تغنيش وخليك في فرقتك وركز فيها. النادي الاهلي تأهل لكأس العالم للأندية بالصدفة وليس. النادي الاهلي دخل كاس العالم بالصدفه، كان معدي قالوا له استنى، ده صدفه بتجمعنا، تعالى يلا ايه، خش كاس العالم. كمل كمل. النادي الاهلي لاعب اوكلاند سيتي، اللي اي فريق في الدنيا يكسب اوكلاند سيتي. الاهلي لعب فاركو سيتي اللي اي فريق في الدنيا بيكسبها. فاركو سيتي ايه يا عم؟ اوكلاند سيتي اللي اي فريق بيكسبها بال3 0. فاركو سيتي و 3 0 اي فريق. يعني انت بتخلي جمهور الاهلي لو مش عايز يحفل على الزمالك بتقول لهم تعالوا بقى حفلوا. وايه يعني جايه بقى في وقتها، الاهلي في كاس العالم، الاهلي بيلعب ريال مدريد، الاهلي هيلعب تالت، على التالت والرابع. يعني بص الاهلي دلوقتي اي حد عايز يطبل ويغني ويحفل انت بتقول له تعالى حفل، وانت لسه مغلوب في افريقيا وطالع يعني تتكلم فيديو زي ده. نكمل. احرز هدف بايلاك كده بالصدفة من قفشة خبطت في واحد ودخلت. قفشه جاب هدف بالصدفه، يعني هو ما كانش شايط، هو كان بس حاطط ورقه ومكتوب عليها قفشه فطلع سحب، قال لك قفشه احرز هدف بالصدفه. كمل. احنا كمان بنقول ان النادي الاهلي لعب مباراه كبيره امام ريال مدريد رغم النقص العددي لكريم بنزيما واسينسيو مش عايز يعني انت مصدق نفسك؟ انت بتتكلم على ريال مدريد وتقول لي رغم النقص العددي ريال مدريد بتلعب الاهلي؟ هي ريال مدريد مع في الدوري المصري ولا الاهلي في الدوري الاسباني عشان نقول فرقتين وزي بعض ونقص عددي ونقص؟ انت بتتكلم في 800 مليون، دعايه تسويقي يا جدع. كمل. استطاع انه يصنع فرص ويجيب 4 اهداف ويضيع ضربه جزاء، وكمان كان في ضربه جزاء على محمود متولي لم تحتسب وكره في العارضه. يعني انت بتقول 4-1 لريال مدريد رغم كور في العارضة وفرص ضايعة طيب هنشيل هدف من ريال مدريد وهنشيل هدف الاهلي يبقى 3-0. 3-0 ده ما بتفكركش بحاجة؟ اوكلانت فاركو سيتي ولا؟ انت الوقت بتعمل مشكلة، يعني انت طالع بتهاجم وبتهاجم النادي الاهلي وبتتكلم على جمهور الاهلي يعني انت بتقول لهم يا جماعة حفلوا في وقت اصلا انت اي حد ممكن يحفل عليه. كمل. ثقه للنادي الاهلي ان هو يعني النادي الاهلي يقدر يفوز على فلامينجو، ودي هتكون انا من وجهه نظري هي دي المباراه اللي ممكن نقول عليها انجاز. يعني الاهلي لو فاز على فلامينجو هتبقى انجاز؟ وهتطلع تقول انجاز؟ وهتطلع تقول الاهلي عمل انجاز؟ ولا فلامينجو ده اي حد يكسبها وفريق ضعيف ويا عم ايه الفرقة دي وما جاتش وما عملتش وهنبدأ بقى. كمل. نظري نتمنى التوفيق للاهلي بكره امام فلامينجو. ما تتمناش طالما انت تمنيت ان الاهلي هيكسب وهيفوز. لا بلاش تتمنى، بلاش. شوف فرقتك في الوضع اللي هي فيه دي وفي ترتيبها في الجدول عشان انت بتتمنى. ما تتمناش للاهلي والنبي، ما تتمنى للاهلي. السلام عليكم.